وبعدين بقى يا استاذ فريد، مش هتيجي تساعدني في الكتب الجديدة دي كلها ونرصها مكانها؟ لا انا ماليش دعوه انا بالكتب انا. وانت قاعد عمال تشرب في عصير وتاكل في فشار واختك نايمة ومحدش بيساعدني في حاجة، والله حرام عليكوا قوي. طيب انا مالي، انا صح يا اختك، انا مالي. خلاص يا استاذ شكرا، انا هفضل انا ارصهم واتعب في نفسي ومش عايزة منكم حاجة، وخليكم بقى براحتكم. انت بتتفرج على ايه اصلا؟ وريني كده. على مسابقات. مسابقات؟ ناصح قوي وفالح. اتفرج يا سيدي خلص. طيب صح يا اختك بقى تساعدك، انا ماليش دعوه بالكتب دي. خلاص انا عموما قربت اخلص، خلاص فاضل لي كتابين، اتفرج انت براحتك بقى. طيب ماشي، رصي انت ماليش دعوه. انا اهو عماله ارص اهو يا سيدي وخلاص بقى انا هعمل انا كل حاجه وخليكم انتوا نايمين. ايه ده في بتاع الاخبار جه اهو، بيقول في خبر عاجل، في بنات كتير بتختفي. بنات ايه بس؟ استنى، بنات ايه اللي بتتخطف؟ تعالي شوفي كده. دول كاتبين تحت صح. مش عارفه ايه الموضوع الغريب ده. يا رب يلا تتخطفي. يخطفونا يا سيدي عشان ارتاح منك انت واختك. ايوه انا ارتاح منكم اصلا، الواحد مش عارف يتفرج على التلفزيون ولا يلعب جيمز براحته. ماشي يا استاذ فريد، اديني خلصت الكتب ومش عايزه منك اي حاجه، وهدخل كمان اشوف الورد بتاعي. يلا بقى، مش عايز اشوفك تاني خالص. ماشي يا سيدي شكرا، انا هعمل بقى الورد بتاعي. انا ما عنديش اصلا غير الطماطم الحمراء بتاعتي دي، هي اللي قاعده معايا في البيت الحلو ده، شويه الحاجات الزرع الجميله دي، اهتمي بيهم احسن. يا رب نستفاد منك بحاجه. بس انت اسكت خالص بقى، ده ما ارش عليك ميه، اسكت. مش فالحه الا تسقي الزرع كل يوم وخلاص. على الاقل بعمل حاجه مفيده مش زيك. مفيده ايه؟ دول طماطميتين بس. هو ايه الراجل اللي واقف هناك ده؟ انا كل ما ادخل ازق الزرع الاقيه واقف عمال يتفرج علينا، مش عارفه واقف ليه كده. ما علينا، الحمد لله خلصت. اروح اصحي بقى الست هانم دي علشان نشوف هنعمل ايه في يومنا النهارده. منورين والله العظيم يا جماعة، ده يوم حلو قوي لما بنتجمع مع بعض. ايوه والله فعلا. انا بحب قوي لما بنيجي نقعد مع بعض، على الاقل يعني بشوف ناس جديدة بدل اخويا اللي بيعمل شقاوة ده. بس بقى يا فريده والله انت اللي زهقتيني. خلاص مش هنتخانق قدامهم بقى، ما ادخل اهتم بالورد بتاعي. حتى لو في ناس، انا عمري ما انشغل عنكم عشان انا بحبكم قوي يا طماطم دي جميلة. وبعدين بقى وبعدين وانا كل شوية الراجل ده يفضل يبص علينا كده، انا بقيت بخاف قوي. انا لازم اقول لفريد ونشوف حل للموضوع ده. يا فريد يا فريد، ايوه مالك، في ايه؟ تعالى كده اوريك حاجة. طيب يلا، في ايه؟ بص يا فريد، الراجل اللي واقف هناك في الشباك ده ايه ده ماله؟ على طول بيفضل يبص كده علينا، وكل ما ادخل البلكونة الاقيه واقف في الشباك بتاعه. هو جديد هنا فعلا، بس انا شايفه عادي يعني. لا مش عادي والله العظيم، انا حاسة ان هو مريب وبقيت بخاف. بس يا فريدة بقى ما تقفوريش. انت شايف كده يعني؟ ايوه عادي، يلا نلحق صحابي. وبعدين انا مش مرتاحة بجد، ولازم اكتشف الموضوع ده بنفسي. واديني جيت اهو عند البيت بتاعه، لازم اكتشف فيه ايه، انا لازم اعرف. مش حد بيفتح ليه بقى؟ وبعدين بقى في الغلب اللي احنا فيه ده، يعني هو واقف في الشباك ومش سامع يعني؟ السلام عليكم. ايوه انت مين؟ لو سمحت، وحضرتك ساكن جديد هنا؟ ايوه. طيب، اصلا بشوف حضرتك على طول واقف في الشباك بتبص كده ناحية البلكونة بتاعتنا، ممكن اعرف بس ايه السبب؟ لا انا مش ببص على حد، انا واقف في بيتي عادي. طيب معلش انا اسفة. ماشي شكرا ليك. العفو. بعدين انا مش مرتاحة للراجل ده، انا مش عارفة اعمل ايه بجد، وفريد مش مصدقني. وبعدين بقى في البيت دي، مش عارف هي كده اخدت بالها مني، لما افتح ابص عليها كده مشت ولا لا.
ايوه حضرتك، انا كنت ماشيه. انت لسه واقفة ليه؟ مفيش والله، انا واقفه بس يعني كنت ماشيه خلاص. مش شكرا لحضرتك. طيب اتفضلي. بعدين بقى في الراجل الغريب ده، انا هدخل وراه كده ولازم اكتشف السر بتاعه. انا مش عارفه والله، انا لازم اشوف. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ اسكتي خالص، انت ايه اللي دخلك هنا؟ انا انا كنت حاسه ان وراك حاجه. ايه اللي انا شايفاه ده؟ وايه البنات دي؟ وانت عملت فيهم ايه؟ لازم تبقي زيهم. انت مقعدني كده ليه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ انا مش فاهمه حاجه. قولي بس انت عايز ايه وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. والله فهمني في ايه بس، وانت مين؟ انت كده عرفتي اكتر من اللازم. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك ورايا ودخلتي جوه؟ انا والله بس كنت بشوف حضرتك واقف في الشباك على طول وبتبص ناحيتنا، وكنت بس جاي اتعرف عليك والله، مش اكتر. بس انا بكره كل الستات وبقتل كل الستات. تقتلهم؟ طب ليه بس؟ قولي بس وانا اساعدك والله. انا مراتي كانت ست نكدية جدا وقتلتها، وكرهت كل الستات وبقتل كل الستات، وانت جيتي هنا لقدرك. طب انا والله العظيم مش نكدية خالص خالص والله، مش هعمل حاجة. بص هقول لك حاجة. فكني بس وانا مش هكلمك تاني ومش هاجي تاني. والله حرام عليك والنبي ما تموتنيش، والنبي لسه صغيرة. ما عادش ينفع خلاص، انت اللي جيتي برجلك هنا، ما عادش ينفع. تليفوني بيرن، هروح اشوف مين وهجيلك بسرعة. انا لازم اهرب بسرعة، انا لازم اهرب بسرعة، انا لازم اهرب من هنا. ايه ده؟ هي راحت فين؟ والباب كمان اتقفل. هي راحت فين دي؟ ده اكيد هتبلغ عني. انا لازم اتصرف، انا لازم اخبي دول بسرعة. هي اكيد هتبلغ عني بسرعة قبل ما تيجي تاني. الحقني الحقني يا فندم، بسرعة الحقني من فضلك. ايوه، مالك؟ في ايه؟ انت خايفة كده ليه؟ انا في جنبنا واحد ساكن جديد، وانا مش عارفة اتكلم خالص. اهدي بس، ما تخافيش، اهدي ما تخافيش. حسيت ان هو غريب، عمال كل شويه يبص عليا كده من الشباك، وانا رحت بصيت عليه ولقيت حاجات غريبه عنده. بصيت عليه فين؟ رحت له البيت؟ رحت له البيت ولقيته قتل ستات كتير وبنات كتير وعنده في البيت، وكان عايز يموتني وضربني على راسي وربطني وحاجات كتير قوي. تعالى معايا والنبي بسرعه، تعالى انا خايفه. قاتل ستات كتير؟ يلا يا ابني، يلا تعالى تعالى نروح. يلا يا بنتي، تعالي تعالي، ما تخافيش. ماشي يلا بينا. ايوه، مين؟ انا جاي افتح اهو. انت يا ابني ممكن ندخل؟ ايوه يا فندم، ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ معانا امر بتفتيش البيت. تفتيش البيت ازاي؟ ليه؟ بس حاسب، انت ترغي كتير، حاسب. مفيش حاجه هنا يا فندم خالص، البيت فاضي. ازاي فاضي؟ ده والله كان فيه هنا اهو نفس المكان ده والسرير ده كان عليه ناس كتير قوي، بنات كتير قوي مقتولين. فين يا بنتي؟ مفيش حد هنا خالص اهو. ايوه يا فندم، خير، مفيش حاجه عندي خالص اصلا، البيت لسه فاضي ولسه جديد، وانا لسه جاي هنا جديد. لا انت بتكذب، وحتى كنت مقعدني على الكرسي ده كده وانا مشيت وهربت. والله العظيم كان فيه. طب روحي دوري في الاوضه اللي هناك. طيب تعالى معايا عشان انا خايفة، تعالى. لا، الاوضه اللي هناك لا، دي فيها حاجات يا فندم، لسه الاوضه اللي هناك لا. حاجات ايه؟ اسكت خالص، روح دوروا يلا. تعالى معايا لما نشوف. اهم يا فندم، اهم. اهو والله نفس اللي انا شفته بالظبط اهو. لا، ما اعرفش عن دول حاجه، ما اعرفش حاجه عن دول. طلع كلامها صح اهو، كنا هنقبض عليها بتهمه البلاغ الكاذب. يلا يا ابني، خد الجثث دي نزلها تحت، تروح في المستشفى، وانت تيجي معانا على السجن. يلا. انا ما اعرفش حاجه عن الجثث دي، ما اعرفش حاجه.
اسكت حرام عليك، ده انت رعبتني وكنت هموت بسببك. ومن يومها بقى يا سيدي والراجل بقى ما بقاش بيطلع في الشباك. شفت بقى ان كان عندي حق؟ كل ده واحنا ما نعرفش حاجة يا فريدة؟ ما انت اللي قاعد على الكنبة وما تتفرج على التلفزيون وانا قلت لك وما صدقتنيش. فعلا انا غلطان، انا مش عارف ما ساعدتكيش ازاي، بس انت ما قلتليش اي حاجة. عارف اكتر حاجة بقى حصلت بقى وحلوة ايه؟ ايه؟ ان انا هفضل قاعدة معاك هنا على الكنبة واتفرج معاك على التلفزيون واريح دماغي بقى من كل حاجة. ايوه اشربي جنب عصير وخلاص، وروحي اسقي الزرع بتاعك. تجيب لنا المسابقة اللي كنت بتتفرج عليها تاني؟